ودلوقتي الشاطر جه القاهره وعايزين نساله ايه رايك في القاهره. بس الاول تعالوا احكي لكم انا في القاهره بعمل ايه. وانا صغير كان اكتر كرتون كنت بحب اتفرج عليه كان اسمه جيمي نيوترون. جيمي نيوترون ده كان عامل زي الاب الروحي بتاعي وكنت نفسي ابقى زيه. كان ليترلي مين، بس للاسف انا مش ذكي زي جيمي نيوترون، ولا شعري كان عامل زي كون الجيلاتي زيه كده، ولا حتى كان عندي مختبر في البيت كبير زي اللي كان عنده. وكمان الرياضه التطبيقيه جت كملت عليا ودمرت كل حاجه حلوه فيا. بس هل اي حاجه من الحاجات دي ممكن تاثر فيا؟ اكيد لا. فكل الفتره اللي فاتت دي وانا جوايا حلم، هو ان نفسي ابقى شخص مثقف من اللي بيلبسوا نظاره دول وبيبقوا مستحميين وبيشربوا قهوه من غير سكر عشان ما ياخدوش حقها. فقلت خلاص اظن جه الوقت اني احقق حلم من احلام الطفوله بتاعتي واطلع الشخص المثقف اللي جوايا. فافتكرت ان في حاجه بتتعمل كل سنه اسمها معرض الكتاب. اظن دي هتبقى بيئه مناسبه ان انفذ فيها خطتي، عشان بيبقى مكان مليان ناس مثقفه ومستحميه. واكيد مش هينفع اروح معرض الكتاب وانا ايدي فاضيه، فانا لازم اعمل كتاب. معرض الكتاب لازم اعمل كتاب. ايوه، اشمعنى يعني كل الانفلونسرز بيعملوا كتب؟ هي جت عليا يعني، ولا عشان انا سقطت في الثانويه؟ شايفين ده باين عليه عيل عبيط من اللي بيفضلوا يضيعوا فلوسهم على سكنات الالعاب وبيقعدوا قدام الكمبيوتر 24 ساعه. عمل كتاب. وبرده ده عمل كتاب، لا مش واحد ده اتنين. فمحدش يتجرأ ويجي ويقول لي انت مين عشان تعمل كتاب. صدقوني عشان انا دلوقتي بقى مهمه زي دي مش هتنفع تتعمل سولو، لازم يبقى معايا شله المثقفين. فاكرين زيكس اللي طلع معايا فيديو قبل كده اللي الناس كلها افتكرت اني خاطفه بسبب انه كانش بيتكلم طول الوقت؟ وفاكرين المراسل احمد نبيل اللي ظهر برضه في نفس الفيديو؟ عندك حسابات على فيسبوك، اونلي فانز، الكلام ده ما عندكش؟ دول هم هيبقوا شله المثقفين بتاعتي. ومعاهم برضه واحد اسمه عبده صابر، بس ده لسه هنجيله شويه كده مش دلوقتي. دلوقتي يا رجاله احنا جاهزين، بس ناقصنا الكتاب. فحد عنده اي افكار؟ بص يا شاطر، الكتاب هيكون اسمه رحلتي من الضياع الى القاع، كتابة الكاتب الشهير فريد النيتشه، طبعا كلنا عارفين. ماشي يا اسطى قشطه، بس انا عايز الموضوع يبقى كاتشي اكتر، فاهم؟ ما هو انا جاي لك في الكلام بقى. احنا هنحط من تحت اي مقوله شهيه لفريد النيتشه. يعني مثلا المقوله الشهيره بتاعته لو تسالوني بعشق مين؟ نسوان في سن ال30. متاكد يا اسطى ان فريد النيتشه هو اللي قال الكلام ده؟ ده انا كنت شايف فيديو لشواحه هو بيرقص على حاجه زي كده اصلا. ما هو شواحه يبقى بيج فان لفريد النيتشه. خلاص انا رجاله، انا اعتمدت الكتاب ده خلاص، وده اللي هننزل بيه معرض الكتاب الجاي. وبعد ما خلصت فرجه على فيديوهات الواد الهندي ازاي تعمل بوستر للكتاب بتاعك في 10 ثواني، طلعت بالتحفه الفنيه دي. وبكده بقى معايا شله المثقفين بتاعتي ومعايا الكتاب. مش ناقص بس غير اني احاول اخلي الناس يشتروا الكتاب مننا. بس الاول لازم اعرفكم روتين المثقفين بيبقى عامل ازاي، ان كيس يعني لو حد منكم حابب يبقى مثقف زيي. وعايزين نساله ايه رايك في القاهره. الصراحه زحمه، الريحه مش بطاله، زي ما واحد ورا الكاميرا هنا قال لي ان الدنيا هتبقى مصننه، بس الريحه حلوه يعني، ما الدنيا استحملت يعني. زيكاس جاي من اراضي اسكندريه وعايزين نعرف رايه في القاهره عامل ازاي. القاهره، طب ايه رايك في الريحه بتاعت القاهره؟ ريحه فل الفل. ودلوقتي يا جماعه احنا هنوريكم ايه المشروب المفضل للمثقفين، وهو القهوه اللي من غير سكر ولا لبن. وده مثال للشخص اللي مش مثقف، وده الشخص المثقف. قهوه من غير سكر. طعمها ابن فشخ. ايه ده الشاطر المثقف بيعمل ايه هنا؟ انتوا مين؟ انا كنت بشوف شيخة المثقفين. طب شيخة المثقفين دي عامله ازاي؟ والله هي في نزلتها نزله سرياليه بتنزل معاك كل اوجاعك. ترى دول مثقفين؟ بقول لك يا باشمهندس، عارف مثقف؟ ايه الاساس اليوم السابع. اليوم السابع. عارف مثقف؟ الحمد لله. هتنزل معرض الكتاب؟ هنزل باذن الله. طب عايزين نعرف ايه الاجواء اللي هنا عامله ازاي وكده. انا اقولها لك كلمتين.
ماشيه كده وكده، وفي بشر مقربين لربنا ودولت اللي مرتاحين حتى لو الدنيا مخبطه معاهم. صح الكلام ده يا عمر؟ مبيني صح. ودلوقتي بعد ما عرفتكم روتين المثقفين بيبقى عامل ازاي، جه الوقت اني خلاص هروح معرض الكتاب واحاول ابيع الكتاب بتاعي. لو سمحت هو انت حضرتك كاتب الكتاب رحلتي من الضياع الى القاع؟ حضرتك انت عايز اعرف ازاي الفكره جات لك؟ والله هو انا كنت في رحله من الضياع، وصلت للقاع، ده اللي جاب لي فكره الكتاب يعني زي ما انتم شايفين. وبكده يا جماعه نكون عرفنا ازاي وايه الفكره من ورا كتاب رحلتي من الضياع الى القاع. ينفع بس تشرح لنا ايه المقوله اللي مكتوبه هنا؟ لو تسالوني بعشق مين؟ نسوان بسن. شكرا. بس انا وماشي لقيت كتاب اسمه هكذا تكلم زراتشت، وكان واضح جدا انه مسروق من الكتاب بتاعنا، وده باين من الشنب، فكنت عايز اتاكد هل الكتاب اللي معانا اصلي ولا لا. دلوقتي يا جماعه احنا وماشيين في معرض كتاب لقيت كتاب لفريدريك نيتشه، هو فيلسوف كبير كده لو انتوا عارفينه. انا شاكك ان احنا معانا الكتاب الاصلي لفريدريك نيتشه، فانا دلوقتي بحاول ادور على البياع بتاع الكتب دي. هو ده صاحب الكتاب؟ ده الكتاب بتاعنا زي ما انتوا عارفين. عايز اشتري كتاب من هنا. اسمه ايه؟ فريد نيتشه. فريدريك نيتشه. فريد. عايزين الكتاب ده لو سمحت. هكذا تكلم زراتشت. احنا شاكين ان الكتاب ده مسروق. مسروق ازاي؟ لو سمحت وريني النسخه الاصليه. ده فين الاصل وفين الحقيقه؟ ده الاصل طبعا. ازاي؟ مش شايف فريد النيتشه؟ ده لو عادل امام ده. مين عادل امام؟ ماشي. ممثل عادل امام ده الاصلي ولا ده لا طبعا ده الاصل، الكتاب ده مسروق فعلا. وكده يا جماعه كنا اتاكدنا ان ده الكتاب الاصلي. احنا تابع جريده قناه اليوم الثامن. ده غير اليوم السابع؟ لا احنا مالناش دعوه، دول بيقلدونا. لو سمحت احنا كنا عايزين نقول لكم من الاخر يعني المعرض ده في شنك. الكتاب هل ده المعرض فيه كتاب زي ده؟ بالمعرض كله. ضياع القاع؟ لا احنا في القاع كده ما وصلتش للضياع حتى. كمل قرايه في الكتاب. لو تسالوني يا بعشق مين؟ نسوان في سن 30. اوعى. لا يا عم ده تدي الكتاب ده من كام؟ من 10 من البوستر. 15. لا بس اهدى بس البوستر لوحده جامد قوي. ايه رايك في شنبه؟ حوار. جرافيك ديزاينر ده يعني حاجه مستورده مش من كتاب مصر. بيبان من عنوانه، كتاب باين من البوستر بتاعه. مش محتاج تقراه طبعا. طبعا خلاص كفايه العنوان والبوستر. تنصحنا نبيعه بكام؟ صعبه دي. ما لا يقدر بثمن تكلفه الصراحه. كام تمنه. كده فاهم؟ اكيد لها حسبه يعني. انت جايب عامل نكلفه كام؟ لا هو الجرافيك ديزاينر الصراحه يعني تعبنا في الفلوس. لا ما اعرفش. انا شايف ان هو ما يتباعش في معرض زي ده اساسا، محتاج يعني حاجه ارقى من محتاج كده. معرض بقى كتير. تشتريه هو بيقرا ما بيعرفش يقرا اصلا. ولا انتوا بتتهربوا؟ لا. المسؤوليه الكبيره، اصل الكتاب ده مسؤوليه اللي يبقى شايل. هو بيعرفش ايوه يقرا. دي الفكره ان هو مسؤوليه صعبه. ده جايب 51 في الثانويه العامه. اللي هيشيل الكتاب ده مسؤوليه كبيره من الاخر يعني. لو قريته بس فعلا هعرف اتعرف على ست نسوان في سن 30 طبعا. ده سؤال يعني لولبي شويه. بص، في خبرتي ايوه في نسوان سن ال 30. انا اول جزئيه في الكتاب كنت بتكلم عن النسوان تحت سن ال 10 سنين. نسوان اصلا سن 10 سنين. ماشي كمل. هو بياخدها من الاول. الكتاب بعد الجزء الثاني. ايوه هو ده انهي جزء؟ لا احنا قلنا الجزء الاولاني بيتكلم عن اول 10 سنين. فينها البنات بتكبر يعني. بنات اعدادي. هو انت انا شاكك فيه على فكره يا جدعان، انا شاكك ان ده مش الكاتب. خد تعالى بنصور. ده بقى اللي يعرف فعلا نسوان في سن 30. تعرفني؟ يا الشاطر صح؟ هو مين الشاطر ده؟ هو الشاطر هو. اليوتيوبر ده اللي بيطلع بنفس التيشيرت في كل فيديو. جامد فشخ جامد فشخ. المهم يا اسطى ان الكتاب ده بنحاول نبيعه. تثمنه بكام؟ لا ده فنون تطبيقيه يعني. جميل. يعني نسوان هتلاقي كتير. انت في فنون؟ فنون تطبيقيه. بترسموا ارت بقى لا دي جرافيك ديزاينر اصلا. امال. ايه رايك في التصميم؟ كديزاين انا هو الشاطر. يعني اهم حاجه فيه لازم تكون متوفره في الشخص اللي هيقرا الكتاب ده، ان هو يكون بيعرف يشقط نسوان في سن ال 30. بس كده الموضوع بسيط. وقف يا ابني. بقول لك يا صاحبي عايز نسوان في سن ال 30. وقف. الشاطر ايه؟ مين الشاطر؟ عشان اتاكد ان انتوا فانزات. اكمل العبارات الاتيه. انت وحماده لقينا على بعض. اول اختبار نجح فيه الحمد لله. هتعملي قلق. فين النهارده؟ تاني اختبار نجحت فيه. يلا هات فازلينك وتعالى يا حمام ورو. في حاجه ناقصه ايه؟ في لبسي. انت بتصعب الاسئله ليه؟ اكيد مش البوكس. ما هو بص انت كنت بتلبس حاجه كده بس مش فاكرها قوي. ايه هي؟
دي اللي هتثبت فعلا. يعني لو اثبت ايه اللي هيحصل؟ بس عايز اعرف. هتاخد هديه. هيكسب كتاب من تأليف واخراج الاستاذ فريد النتشه. مثقف فين النضاره؟ نضاره المثقف. والسؤال الاخير اللي هيحدد فعلا اذا كنت تستحق الكتاب ده او لا. طب في استعمال صديق؟ السؤال ممكن الاخير لا مفيش استعانه صديق، اصل هيكسب جايزه يعني. صاحب اللي اتشنق قال الموبايل افتح صاحب اللي اتشنق قال انا صاحب الجوايز. تناقشوا. السؤال هو حاجه انا بلبسها على طول في الفيديوهات مش هلبسها النهارده. التيشيرت، ما هو اكيد مفيش غير كده. كسب. بس كده. ايه ده؟ الله. ينفع تقرا الهديه بتاعتك؟ تشرحها لنا؟ اسرح الهديه. ريحتي مضيعه على القاع. لو تسالوني بعشق مين نسوان في سن 30 من مقالات فريد النتشه. انت جاي النهارده عشان تشوف مين في المعرض؟ انا جاي عشان اشوف الشاطر. انت كداب. لا والله بجد جاي عشان اشوف الشاطر. زين، بس احنا لما عرفنا ان الشاطر جاي النهارده جينا النهارده يحيى عشان عزام. الاثنين، ففاهم؟ يحيى عزام انا بسرق الفانز بتوعك. استنى بس يا غالي عشان في واحد هيموت ويشوفك برضو. واحد صاحبي. جيبه يلا. الو يا عراني، انا واقف جنب الشاطر اقسم بالله بصور معاه فيديو. ايوه انا فينك يا اسطى؟ ما تيجي احنا مستنيينك اهو. انت فين؟ انا في مكان فيه كتب كتير. انا في مكان فيه كتب يا اسطى. ايوه انا عارف ان انت في مكان فيه كتب. مكان فيه كتب. في كتاب بيتكلم عن مين؟ عن عثمان محرم. سؤال بقى ليكم انتوا كلكم كده. مين صاحب كتاب الخطط التوفيقيه؟ دكتور مكاوي. ايلون ماسك. اللي بعده داروين. اللي بعده ايه السؤال؟ نوال السعداوي. ايه السؤال؟ بجد علي مبارك. والله علي مبارك. كسب هديه جديده. فين الهديه بتاعتك؟ حبيبي بس انا اللي كنت بكلمك في السبيكر. ايوه هو. انت ايوه انا. كان اسمه ايه الراجل ده؟ بيني وبينه عشره كبيره. اكمل العبارات الاتيه. هتعمل قلق فين؟ الزمالك. انت وحماده لاقيين على بعض. يا اصلا ادب شويه. يلا هات فازلينك وتعالى على الحمام. في حاجه بقى انا على طول كنت بظهر فيها في فيديوهاتي. تيشيرت المخطط الاحمر. نجح خلاص. ازيكم يا جماعه؟ دي فقره هنريفيو الكتب. انا ومين؟ انا وشريكي احمد نبيل، شله المثقفين. انا واحمد نبيل. اتفضل. احنا النهارده هندور على ادق الكتب اللي تقدر تنمي مهاراتنا في الحياه، خصوصا ان احنا جيل ضايع على النت في الشارع. وتخلينا نعرف نسوان في سن ال 30. ايه يا اسطى؟ حبيبي يا اسطى، والله لا تيجي تتصور معايا. معلش بس مقاطعه. ورجعنا لكم بعد الفاصل. حصلت مداخله، واحد اسمه يوتيوبر اسمه الشاطر عايزين يتصوروا معايا. مش عارف مين كل الشاطر. بيشبهوني بيه، مش عارف مين مع ان ده. انت مش شكله خالص. مش يعني فاهم فين انا. الشاطر في ازعاج بيحصل وانا واحد جاي قارئ. الواد ده تافه قوي على فكره، بيطلع بنفس التيشيرت في كل الفيديوهات. يعني وحتى يعني انا ما بضحكش على الفيديوهات بصراحه، يعني انا مش شايف ان في حاجه تضحك. شاطر، روح موت نفسك. عندك ايه يا استاذ شاطر؟ كتاب كسوف. كسوف ده تقراه وانت عامل كده يا كسوف. القرين. في عندنا كتاب زي كده، الفلسفه الغربيه المعاصره. انا كنت عايز اقول لك معلومه على الكتاب ده يا استاذ عمر. اتفضل. ده مستوحى من تامر الجيار. بسبب الدماغ صح؟ انا حسيت الدماغ. هو ده تامر الجيار اصلا. هو ده تامر الجيار، وده الارت ورك معمول متاهه وكده، عشان هو دماغه متاهه. متاهه. شوت اوت لتامر الجيار من معرض الكتاب. عندنا هنا كتب ده بقى كتب ملاحه. استغفر الله العظيم يا رب. يعني في حاجات ما تشتروهاش، خصوصا من هنا من المحل ده. ثواني الاستاذ احمد، ده في واحد كرس حياته بجد عشان يعمل كتاب اسمه دراسه آلة الناي. احنا من قناه يوم الثامن بنصور هنا بنغطي معرض الكتاب. عندنا هنا كتاب دراسه آلة الناي. الكتاب ده هيعلمك تدرس الناي. عندك اي تعليق؟ والله هو الناي آلة كويسه ان احنا نلعبها، خصوصا في ظل وجود البدايات الرديئه. البدايات رديئه جدا يا عمر. رابرز كحيانه. يستعرفني مقاطعه تاني. معلش فاصل. انا عايز افهم بس لو سمحت، في ناس كتير بتشبهني بواحد اسمه الشاطر. ايوه اللي هو اللي بيطلع يستعمل الحاجات ده بنفس التيشيرت تقريبا. هو ده بيتشبه بيك. في شبه نوعا ما مش هبقى حقاني يعني. هو نوعا ما هو الفيديو ده هينزل وكل دي حاجه مسجله. ورساله ليك يا شاطر، خلي فانزاتك يبعدوا عني. مش كل شويه اكون ماشي الاقي حد بيشبهني بيك. لا مش بشبهك بيك انت. انا عارفك انت هو انت اللي بيطلع على اليوتيوب وبيعمل اكت. انت من اسكندريه صح؟ انا من اسكندريه. احسن ناس، اجدع ناس حبيبي. انا برضه من طنطا. انت اجدع ناس رجاله طنطا. ايه ده؟ عرفتنا ازاي؟ ده احنا بجد نسبوكم من 2008. تسلم والله. شكرا كثير. مدبولي الحقيقه هي جنه الكتاب. حضرتك مش مصري كمان؟ لا انا سوري. باين عليك. شكرا. ولذلك دائما ازورها. في شغله وحده عذرا ان قلت، الاسعار عند مدبولي كان الله يرحمه الشيخ الكبير. يا سيدي ما كان مدبولي في قلبنا. ده اللي انت بس ما كانش بعرفه انا. هو في قلبنا عشره كبيره. وقت اللي كنت اروح على المكتبه على المركز، ياخذوني الشباب يعرفوني، ياخذوني على الصاله فوق
فكنت دائما التردد، الكتاب اللي ما بشوفه في مكتبة أخرى كنت أشوفه عند مدبولي، ولذلك مدبولي بيعرفوا كل القارئ باللغة هذه التي تسمى عربية ولكنها آرامية، لغة الأنبار. انتقلت إلى الأنبار؟ الأنبار. ومن الأنبار انتقلت الأنبار في العراق، وتسمى هذه تدعى بالمستودع. الأنبار يا عمر لو أنت مش عارفها خلينا أشرح له بس عشان هو مش يعني هو ما كانش معانا، يعني هو لسه شغال. أنا مش جاهل شوية. الأنبار يا عمر فيها ثقافة مختلفة عندنا، يعني صح. الأنبار دي جمع كلمة أنبارة ولا ملهاش علاقة؟ بس كلمة الأنبار يا عمر أنت لو ركزت فيها، الكتاب ده فين الكتاب بتاعنا؟ عايزين نعرضه على الكتاب ده بيديلك نصيحة. بيديلك نصيحة إن أنت لازم تعرف الثقافات بتاعت الدول العربية. بس ده اللي أنت مش عارفه. فعلا. طبعا على النت وعلى الشوارع يعني أنا واحد محتاج أتثقف شوية. ستفاجأ بما سأقول. ده الكتاب اللي احنا عاملينه وده إهداء مخصوص لحضرتك. شكرا. بالمناسبة بلغتنا الآرامية الجميلة التي نتكلم نحن أحد لهجاتها والتي نقلت إلينا من مملكة الأنباط اللي هي الآن البتراء في جنوب سوريا الآن التي تسمى الأردن. إحدى لهجات اللغة الآرامية 17. 17 لهجة، منها هذه التي عممت بالأصل أتتنا من الأنبار إلى الحيرة، ومن الحيرة إلى، لأن المدينة المنورة أيضا تأثرت بهذا وعممت وكتب فيها القرآن الكريم، ولذلك أصبحت اللغة العالمية لمدة 1200 عام لغة الدبلوماسية. حضرتك قلت كلام مهم جدا، بس وده اللي اكد لك ان انت هتنبسط جدا من الكتاب اللي انا هديته لحضرتك. دي لازمه بس. ودلوقتي مع النشيد الوطني للابناء الضايعه. على فكره ابنك ضايع، يلا بينا. على فكره ابنك ضايع على النت وفي الشوارع، انت رغم سنها خبيره في الجيم. ودلوقتي يا جدعان بعد النشيد الوطني للابناء الضايعه هنرقص رقصتنا. يلا بينا. الجيار والشاطر اللي يختشوا. يلا بينا. دلوقتي يا جماعه انا هشوف الكتاب ده بيقول ايه. اسكافي رؤيه جديده. الاسكافي رؤيه جديده. جيني حسين علي. بتعمل ايه يا اسطى؟ احنا بتعمل ايه؟ احنا قناه يوم الثامن بنراجع الكتب. واحنا عملنا حاجه غلط؟ انت حاجه غلط بتاعتك دي يا اسطى. بتاعتك دي ما ينفعش امسكها؟ لا ما ينفعش. احنا بنراجع كتب بس بره. طب استنى بس اديني فرصه. لا اسمع، استنى بس. لا اسمعني بس عشان خاطر اسمعني. ده اسمه حقد. ده الحقد بقى، فاهمني؟ هم شافوا ان الكتاب بتاعنا هيغطي على الكتاب بتاعهم، فاستخدموا معانا الاساليب القذره بتاعتهم دي. وزي ما انتوا شفتوا يا جماعه الدنيا كانت في اللذيذ والناس في المعرض حبتنا. مين في الدنيا عاقل ممكن يقرا كتاب اسمه كسوفو؟ اي نعم كان في اعداء نجاح كتير، بس اهو احنا كملنا نص المشوار، بقى معانا اعداء النجاح، ناقصنا النجاح ذات نفسه، فقشطه يعني. طبعا اللي حصل في الاخر ده ما يفرقش معايا خالص. هو لحسن حظهم اصلا ان ما كانش عندهم كتب للرياضه التطبيقيه. لو كان عندهم حاجه زي كده انا كان زماني بدل ما اروح ابيع الكتاب بتاعي كنت هروح اعمل عمل فيهم. والاجمل من ده كله ان انا قابلت ناس كتيره منكم. اي نعم انا ما قلتش ان انا هروح، انا بس نزلت ستوري، بس كان في ناس كتيره منكم موجودين. دي حاجه ما كنتش متوقعها خالص. انا حسيت لوهله ان انا واو انا اتشهرت حاجه زي كده. فكان يوم حرفيا فشيخ. وبالنسبه للناس اللي معرفتش اشوفها، الايفنتات كده جايه كتير وهشوفكم اكيد يعني. وبس كده يا جماعه، في اخر الفيديو حابب اشكر الناس اللي كانت معايا. احمد نبيل عشان الكاميرا بتاعته، وعبد صابر عشان هو اللي صورنا، وزيكس عشان حضوره المثقف. وحابب اشكركم برضه عشان انتوا خليتوا اليوم ده فشيخ، من اجمل ايام حياتي حرفيا. واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.